الدوكسايدر هو حوار جريء بين القلب والعقل والخبرة والتجربة. برامج الدوكسايدر هي أفكار غير ربحية تعليمية، الهدف منها هو التوعية ونشر الحقائق والخبرات. لذلك وجب التنويه أن ليست جميع المنصات ترحب بالأفكار الخلاقة التي قد تقدم عبر برامج الدوكسايدر، وبناء عليه يرجى نشر ومشاركة ودعم الدوكسايدر حتى تصل الأفكار إلى أكبر عدد من المستفيدين. تحياتي، يلا نبدأ. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهارده هكلمكم في موضوع، بس قبل ما ابدا في الموضوع ارجو منكم الدعاء لوفاه اختي اللي هي توفت في مثل هذا اليوم من سنه بالظبط. اليوم يبقى السنويه ليه. والموضوع النهارده مرتبط بحاجه ليها علاقه بمواضيع مشابهه لوفاه اختي. فكره انك تسمع اي حد بيشتكي من مشاكل عنده صحيه. طبعا القصه متشابهه مع قصه الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. فكره لما كان بيشتكي من مشاكل صحيه كتير، وكانوا في ناس كتيره بيقولوا ان هو بيستغل مرضه من اجل ان هو يكسب تعاطف الناس وكده، او نوع من انواع الدعايه الغير مباشره، لحد ما جه في وقت من الاوقات الناس اتفوجئوا بانه اتوفى، وعرفوا ساعتها ان هو كان فعلا بيعاني من الموضوع ده. رغم ان انا مثلا على سبيل المثال في الوقت الحالي شفت صور ليه كانت نازله في المجلات، كان بيظهر فيها اثار الجروح اللي كانت موجوده فيه بسبب العمليات اللي كان عاملها. نفس الموضوع اتكرر مع اختي مثلا على سبيل المثال، لما كانت مثلا بتشتكي من حاجات، مع ان في فرق ما بين حد بيشتكي من تعب معين وفرق ما بين حد مثلا بيقول ان هو تعبان او ان هو حصل حاجة او كده، او حتى يكون شخص بيغمى عليه في العمل لأي سبب من الاسباب. وفرق ما بين واحد بيروح فعلا للمستشفى وبيقعد فيها بالاسبوع بيتحجز فيها، والناس برضه مش مقتنع ان ده مريض، بيعتبروا ده نوع من انواع الدلع او نوع من انواع الرفاهية، او ان الانسان ده ما عندوش قابلية ان هو يواجه الحياة مثلا، فده هو مشكلته هو، لكن مش سبب ان احنا نبقى رحماء معاه لان هو اللي ضعيف او ان هو ما بيستحملش الضغط العادي. يا جماعه خلينا نقول حاجه، في ناس كتيره بتستغل الامور دي واحنا عارفينهم، وهم اكيد عارفين نفسهم، وخصوصا في الجانب الانثوي اكتر من الشباب. لكن في نفس الوقت يعني ما تصدقش كل حاجه، بس حط حاجه في اعتبارك، يعني يمكن يكون الكلام صادق ولو سبب من الاسباب. مش لازم يعني تقعد تحلل الامور وتقعد تاخدها من وجهه نظرك الشخصيه، هل هو فعلا صادق ولا بيبالغ في التعب بتاعه. لكن على الاقل سواء هو تعبان او مش تعبان لازم ان احنا يبقى في بند كبير كده من الرحمة في التعامل مع بعض. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.